السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقدم فكرة سحور حلوة تاخدوا منها أفكار يا بنات لتجهيز السحور جميل وسفرة جميلة. حتى لو عازمة حد هتعجبه جدا وتقدميها بطريقة سهلة وبسيطة. جبت نص كيلو سجق هشوحه، هاخد منه جزء احطه على الفول وجزء تاني هعمل بيه وصفة تانية. حتى لو هو 2 3 هتعملي بيهم طبق فخم جدا. شوحت السجق كده بنص معلقة سمنة بسيطة، نص معلقة صغيرة لان السجق كله دهون. وبعد كده رشيت عليه رشة فلفل اسود وبصلاية صغيرة مفرومة وفلفل الوان، لو عايزة تحطي فلفل اخضر تكتفي بيه برضه هينفع. وهشوحه كله مع بعض عشان ياخد كل الطعم، ورشة فلفل اسود عشان البصلة. بعد كده جبنا الفول اللي احنا دمسناه اول رمضان، هنحط عليه الطبق بالطريقة دي. عملت الفول قبل كده بطريقة اقتصادية جميلة، ارجعي الفيديوهات شوفيها، والدقة بتاعت الفول برضو نزلتها لك ارجعوا وشوفيها. حطيت حتى لو عايزة تكتفي برشة ملح وكمون حطيتها، ومعلقة صلصة صغيرة. وهحط عليها تكة جميلة هتودي طبق الفول ده في حتة تانية خالص، هيبقى في طبق فول فاخر من الآخر. معلقة ونص طحينة نقلبها معاها كده وتاخد الطعم على نار هادية. كمان هنعمل لها تكة تاني طبق الفول ده من الاخر. هحط عليها معلقة بشاميل، وحطيت كمان نص معلقة حار، لو انت عايزة تستغني عنها استغني عنها، دي اختيارية. وهحطهم اقدمهم كده في طبق التقديم اللي انا هحطه على السفرة. هحطه كده وسخنته عشان نحط التكة التانية اللي هي معلقة بشاميل. بجد جربي معلقة البشاميل الخفيفة عليها. طبعا هنكون مجهزين البشاميل طبيعي بنكون مجهزينه في رمضان زي ما قدمتهولك قبل كده، ورشة جبنة رومي او اي جبن انت عايزاها، جبنة جودة جبنة موردزيلا عليها تديها طعم جميل جدا. جربي الطبق ده هيعجبك. وكمان هنقدم جنبيه السلطة هقطعها بالطريقة دي وهنقدمها في الطبق، بدل طبق المكسرات هنحط فيه طبق السلطة كده عشان يفتح نفسنا. وحطيت كده، وهحط برضو المخلل والزيتون، طبعا لا غنى عن المخلل المشكل اللي عملناه هحطه، والخيار وقطعته كله وهنحطه في طبق التقديم. وهنقدم كمان جنبيه الزبادي، وهنقدم بيه الجبنة الكريمي اللي هي الاقتصادية، الجبنة الكاسات، الجبنة السايحة اللي عملتها لك قبل كده برضو. حابة تحطي اي نوع جبن، لكن انا حطيت الجبن دي بكل نكهة اللي هي بحبة البركة وبالزيتون برضو. وحطيت برضو اللي هي بالزعتر، عاملين نكهات كتيرة فيها، واللي بالجبنة الرومي ورشيت عليها رشة زيت زيتون. وهنقدم كده، وهحط كمان 2 سجق كده من فوق عشان يعرف الطبق ده معمول بالسجق. رب اكون عطيتك فكرة للسحور النهاردة. كل سنة وانتم طيبين.